مرة تانية مشاهدينا لأهل مصر، ومصر حصل فيها ايه النهارده؟ حصل فيها حاجات كتير واخبارنا النهارده. واول خبر معانا نفى مصدر عسكري ما تردد حول بدء العملية العسكرية في سيناء من أجل تخليص الجنود المصريين المختطفين. والمصدر العسكري أشار في تصريح خاص لبوابة الأهرام أن الجنود المصريين ما زالوا في سيناء، ولا صحة لما تردد من إشاعات حول استخدام أي نفق من الأنفاق في تهريب هؤلاء الجنود خارج مصر. ده على حسب ما جاء على لسان المصدر العسكري. وانتم عارفين ان في تحركات عسكريه في سيناء وتواجد امني مكثف. اسمحوا لي اننا على التليفون هيقول لنا الوضع على ارض الواقع من سيناء الزميل الاستاذ مسعد بدوي مراسل الف شين الف. مساء الخير يا استاذ مسعد. مساء النور يا فندم. معلش خليناك على التليفون شويه يا استاذ مسعد. ماشي. عايزينك توصف لنا بس الوضع في سيناء ايه الاخبار دلوقتي، وعايزين نعرف انتشار القوات المسلحة، ايه هي المناطق اللي فيها تواجد امني مكثف؟ هو بالطبع بدأت بالامس عملية انتشار الاليات العسكرية والقوات التي وصلت من الجيش الثاني الميداني، وتم نشرها بالتركيز على الطرق الرئيسية والمداخل سواء للمحافظة او للمدن الرئيسية للمحافظة، ثم انتشرت في بعض المناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، وبدأت في تمشيطها منذ الصباح ومحاصرة بعض المناطق المشتبه فيها. وكان يصاحب الآلات العسكرية والقوات طائرات الحماية الجوية. وطبعا يمكن كل اللي تم النهارده عمليات تمشيط وبحث عن أي عناصر أو دلائل قد تقود إلى مناطق اختطاف الجنود، علاوة على رصد أي تحركات في محيط تلك المناطق. وطبعا يمكن طيب استاذ مسعد، انا عايز اسالك حاجه. النهارده ترددت انباء او اشاعات قالت ان هناك اشتباكات حدثت ووقع ومصرع احد المسلحين. ما مدى صحه الانباء دي؟ لا، هو طبعا اتضح ان كان واحد فرد متوفى وفاه طبيعيه، وفي اثناء الجنازه بتاعته حدثت يعني تحليق للطيران، فالناس خافت وجرت، فافتكروا ان التجمع ده على واحد الطائره ضربته، واتضح ان هو ميت موته طبيعيه، وتم تصحيح الوضع طبعا، ولم ينتج عن المواجهات اليوم اي حدث. تمام. طيب سمعت حاجه مثلا عن موضوع البيان اللي اصدرته السلفيه الجهاديه متبرئه تماما من موضوع خطف الجنود المصريين في سيناء؟ بالظبط، ومعايا البيان اهو بالظبط اقراه لحضرتك. طيب اتفضل. بيان دعوة أهل السنة والجماعة بسيناء على حادثة خطف الجنود المصريين السبعة الأبرياء. نستنكر بشدة هذا الحدث الإجرامي لجنودنا في مصر، لأن هذا العمل لا يقره ديننا الحنيف ويتنافى مع طبائع أهل سيناء الشرفاء. كما نطلب من الحملة العسكرية لضبط الخاطفين توخي الحذر من الضرب العشوائي، لأن أهل سيناء كلهم جنود لمصرنا الحبيبة. تمام. ثانيا، نرفض التعدي على الابرياء والمداهمات العشوائيه التي تنتهك حرمات البيوت وتروع الامنين. ثالثا، نهيب بجميع اهل سيناء شعبا وحكومه بالاخذ على ايدي المفسدين والمخربين للبلاد وكل من تسول لها نفسه بالعدل بامن هذا البلد. رابعا، نحذر اهالي سيناء من الايدي التي تعمل بمصالح الوطن وتخدم اهداف العدو بداخل اراضينا. تمام. خامسا، نستنكر اساءة معاملة المعتقلين داخل السجون والاعتداء عليهم باي شكل من الاشكال مهما كانت الدوافع. يعني ده البيان اللي هي اصدرته السلفيه الجهاديه متبرئه تماما ومستنكره تماما بالضبط. اي ونافيه تماما اي صله ليها بهذه الحادثه. تمام. وفي نفس الاطار عقدت الليله عائله ابو شيته التي هتكون بلاء احد المحبوسين وهو حماده ابو شيته. احنا سمعنا ان كان في مؤتمر صحفي حصل من شويه يعني قالوا ايه في المؤتمر؟ حضرته يا مسعد ولا ما؟ ونفت تماما اي علاقه ليها لعمليه الاختطاف، بل وطالبت بمعاقبتهم اشد العقاب حتى لو كان منهم احد افراد العائله. دي جماعه ابو شيته هي اللي بتطلب. عائله ابو شيته عائله في العريش، يعني العيله نفسها هي اللي بتطلب ان تدخل القوى العسكريه ومعاقبه الناس اللي عملوا الموضوع ده. بالظبط. تمام. وانها تقدر تقديم اي مساعده. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا. معلش الزميل مسعد بدوي مراسل الف شين الف، اشكرك شكرا جزيلا. وبعتذر لو في اي صوت، لان واضح ان ممكن يكون الارسال فيه مشكله. وبرده متعلق بالخبر ان النهارده قال المصدر العسكري
إلى جانب تصريحه للأهرام أن الجنود المصريين في سيناء أشار إلى أن العناصر الإجرامية في سيناء عندما علمت بتحرك القوات المسلحة والانتشار المكثف للأمن قامت بتفريق الجنود المختطفين على عدد من المناطق المختلفة. نتمنى لهم مليون سلامة رجالة البلد دي. وفي نفس الخبر متحدث الداخلية في لقاء بالرئاسة قال الجنود السبعة المختطفون في سيناء بخير والمجرمون معروفون بالأسماء. برضو هذا الخبر الحقيقة يعني عليه برضو تساؤلات، يعني لما يكون متحدث الداخلية بيقول المجرمون معروفون بالأسماء. خلينا ناخد مداخلة من دكتور محمد محفوظ منسق مساعد ائتلاف ضباط لكن شرفاء. ألو دكتور محمد. ألو. ايوه يا فندم، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. متحدث الداخليه في لقاء الرئاسه بيأكد ان الجنود السبعه بخير وان المجرمين معروفين بالاسماء. يعني برضو مسحت هذا الكلام، واذا كان فعلا بالفعل الناس معروفه وبالاسماء، لماذا يعني لهذا الوقت ما فيش لم يتم القبض عليهم؟ او يعني بنتكلم بقالنا فتره انه لسه مش عارفين دول مين، والفيديو اللي اتنشر. يعني حضرتك بس توضح لي هذا التصريح لانه الحقيقه عليه كذا علامه استفهام. هو طبعا كانت نشرت تصريحات من وزير الداخليه وقال فيها ان طبعا في معلومات عن المختطفين، وان طبعا بالتاكيد يكون تم تحديد شخصياتهم او بعض شخصيات بعض العناصر اللي قامت بالاختطاف. لكن طبعا هو للاسف كمان كان وزير الداخليه قال تصريح في قمه الخطوره اللي هو بيتكلم على التسليح بتاع الجماعه اللي قامت بالخطف، وقال ان التسليح ده تسليح خطير جدا بيصل الى حوزه الخاطفين صواريخ من طراز سام 7 وصواريخ مضاده للطائرات واخرى مضاده للدبابات والدروع، وكذلك الغام مضاده للمركبات والافراد بعضها بلاستيكي لا يمكن التقاطه يعني بالمجسات اللي بتكشف الالغام، بالاضافه لانهم معاهم قنابل هجوميه وار بي جي ومدافع نص بوصه. ده جيش جوه الدوله، ده في جيش بقى جوه الدوله. فبالتالي اذا كنا حددنا شخصيات الخاطفين ويعني لدينا يعني تحديد للتسليح الموجود مع هؤلاء الخاطفين، فبالتالي الامر طبعا بيحتاج الى ضروره يعني وضع خطه محكمه لكيفيه مواجهه هذا الكم من التسليح، لان طبعا لو احنا دخلنا في مواجهه غير محسوبه وغير مخططه بشكل دقيق مع هذا الكم من التسليح هيموت اعداد كبيره من الطرفين، وبالتالي ممكن في النهايه كمان حتى المخطوفين يعني يلقوا حتفهم في هذه العمليه. انا هسال حضرتك برضه سؤال تاني يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك في موضوع التناول الاعلامي لهذه القضيه، ان احنا برضه يعني للاسف بنلاقي بعيدا عن فكره الشائعات او غيره انه بدات العمليه دلوقتي هتبدا الساعه كذا، يعني في خطوات العمليه وتسليح الجنود ورايحين من فين لفين. انا حاسه يعني الله اعلم اذا كان مفترض ده يحصل، مفروض ان انا كمواطن عادي كده اكون عارفه الخطه كده ماشيه ازاي، ولا هل هذه مثلا معلومات مغلوطه يعني كلها اللي بنسمعها؟ بصي، هو في موضوع التناول الاعلامي يعني في 3 استراتيجيات للتعامل الاعلامي. في استراتيجيه الباب المغلق، ودي اللي كان بيتم طبعا استخدامها وبيتم استخدامها في كل النظم الاستبداديه وكان بيتم استخدامها في العصر البائد يعني. وفي الدول الديمقراطيه جدا يعني استراتيجيه الباب المفتوح اللي هي كل شيء بيبقى يعني بشفافيه تامه وبوضوح تام. لكن في استراتيجيه ثالثه اسمها استراتيجيه الباب الدوار، زي الباب الدوار اللي بيبقى موجود على ابواب الفنادق علشان ما يخليش هواء التكييف يطلع بره، لا هو مفتوح ولا هو مقفول. فبالتالي في ظل مجتمع ديمقراطي يجب ان نحترم حق الجماهير في المعرفه، وفي نفس الوقت يجب أن نحترم حق السرية لبعض المعلومات التي يمكن أن تمس الأمن القومي أو تضر ببعض العمليات الأمنية أو العسكرية. لو احنا قدرنا نعمل التوازن ما بين حق جميل في المعرفة والحق في ممارسة بعض السرية المرحلية ولتوقيت محدد، يبقى احنا كده نبقى نجحنا في ان احنا نخلي الناس تعرف، وفي نفس الوقت ما نكشفش كل معلوماتنا اللي ممكن تضر بالأمن القومي أو تضر بالعمليات اللي بتواجه الخارجين على القانون. طيب دكتور محمد، برضو أخيرا بنتكلم عن إضراب مراكز الشرطة في سيناء والجنود في سيناء واعتصامهم أو دعوتهم للاعتصام لحين رجوع زملائهم المخطوفين. برضو وجهة نظر حضرتك عن هذا الموضوع؟ والله احنا طبعا كائتلاف ضباط لكن شرفاء بنرفض تماما قيام أي عناصر شرطية بممارسة إضراب يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين أو المساس بهيبة الدولة المصرية. وقلنا دائما ان اي اضراب يجب ان يكون رمزي بحيث يتم فيه رفع المطالب على لافتات، ولكن لا يتم اغلاق المقرات الشرطيه او يتم اغلاق اي معبر
تدخل منه الناس وتخرج، وبالتالي ده يؤدي الى تعطيل مصالح الناس. وبالتالي احنا بنرى ان القيام باضراب في مثل هذا الوقت هو نوع من تخلي جهاز الشرطه عن مسؤولياته، لان في 6 من المخطوفين من عناصر الشرطه، وبالتالي يجب على عناصر الشرطه ان يقوموا بدورهم لتحرير زملائهم، وليس الاضراب الذي يمكن ان يحقق الاثر الذي يريده الخاطفين، وهو ان يحصل تراخي قوات الشرطه ويحصل اضراب، وبالتالي يبقى عمليه الخطف حققت اثرها. وبالتالي نحن نناشد قوات الشرطه التي تقف على المعابر بان اذا كانت لها مطالب، ونحن نعتقد انها مطالب عادله، ان ترفعها على لافتات وان تطالب بها المسؤولين، ولكنها لا تعطل مصالح. ولكن لا تعطل مصالح. بشكرك جدا دكتور محمد محفوظ، منسق مساعد ائتلاف ضباط لكن شرفاء. قبل بس ما تقول الخبر الجاي بتاع جامعه الازهر، النهارده كان رئيس الوزراء الدكتور هشام منديل قال كلمه يمكن هامه جدا، ويمكن قبل ما يقولها ناس كتير قالوها امبارح، الا وهي يعني مناشده القوى السياسيه مش ده الوقت لاي مزايدات سياسيه باستخدام هذا الموضوع، موضوع الجنود او الصاق المسؤوليه سواء للرئاسه او لمجلس الوزراء او خالص. احنا كلنا مصريين، والمهم عندنا اولادنا الاول يتم تحريرهم ويرجعوا ب1000 مليون سلامه، بعد كده نتناقش من هو المسؤول وكيف حدث هذا. فهذا ليس وقتا ابدا لاي مكاسب سياسيه او اي مزايدات سياسيه خالص. يعني ده بجد. اتمنى من الجميع انهم يحطوا ايديهم في ايدين بعض ويحطوا بلدهم امامهم، لان بلدهم دي فيها 90 مليون واحد عايش ومواطن. اكيد كل المواطنين قلوبهم يعني نفسهم يغمضوا عينيهم ويفتحوها يلاقوا ولادنا رجعوا تاني سلام من غير اراقه اي دم. فرجاء كافه مزايدات سياسيه من النخب السياسيه. بس يعني هو ده. قال الدكتور احمد حسني نائب رئيس جامعه الازهر لفرع طنطا ان الجامعه خاطبت رئاسه الوزراء اليوم لاسناد ملف التغذيه. طبعا احنا عارفين قصه التسمم اللي بتحصل في جامعه الازهر بقالها فتره. كانوا عايزين ان هم يعني يسندوا ملف التغذيه بالمدينه الجامعيه لشركه متخصصه في هذا الشان بعيدا عن الجامعه، عشان تخلي الجامعه مسؤوليتها خالص من اي حالات تسمم ممكن تكون موجوده. خلاص هيكون في شركه بقى مسؤوله عن التغذيه. اوضح نائب رئيس الجامعه في تصريح خاص لبوابه الاهرام ايه بقى، ان مطابخ الجامعه تعمل بالغاز ولا يوجد بالمدينه كيروسين او بنزين، مشيره الى انه بالفعل تم التاكد من وجود كيروسين بالفول المقدم للطلاب. يعني اللي سمم الطلاب ان الوجبات كان فيها كيروسين اللي هي في المدينة الجامعية، مما يدل على أن هناك شخصا ما نقل الجاز إلى داخل المدينة بقصد الإضرار بالطلاب والإساءة للجامعة، يعني مع سبق الإصرار والترصد. طبعا صح. واضح أن هم لسه ما حددوش هوية هذا الشخص، ولكن مبدئيا أول خطوة لحل هذا الموضوع أو عشان ما يتكررش أن هم يسندوا ملف التغذية لشركة متخصصة في ده. بصراحة هذا الشخص إن وجد يعني ده يجب أن يحاكم فورا، يعني ويجب أن يعني ان يحط كيروسين في الاكل ولا مش عارف ايه، ولا يحط جاز ولا ده ليه يعني؟ ليه ما تعتبر يا اخي دول اخواتك، اعتبرهم اي حاجه. النائب يسري تعيلب عضو لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشورى كشف النهارده ان وزاره الخارجيه انفقت 27 مليون و400 الف جنيه قيمه فاتورتي المياه والكهرباء في العام الماضي فقط. ده على حسب ما قال النائب في مجلس الشورى يسري تعيلب. وقال خلال اجتماع لجنه الشؤون العربيه والخارجيه بالمجلس لمناقشه موازنه وزاره الخارجيه للعام المالي 2013 و2014 ان مصطلح ترشيد النفقات لم يصل للخارجيه، ده على عهده النائب حتى الان رغم الظروف الاقتصاديه التي تمر بها البلاد. طيب، قررت نيابة الأموال العامة العليا إخلاء سبيل اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام الأسبق في واقعة اتهامه بمنح الوزارة الرئيس السابق وأسرته وعدد من رموز النظام السابق هدايا خلال الفترة من عام 2005 وحتى 2011 وتمثلت في يعني بعض الهدايا خرج بكفالة 10,000 جنيه. وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت أمس لأقوال أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق في نفس الواقعة، وقررت إخلاء سبيله أيضا بكفالة 10,000 جنيه على ذمة التحقيقات. هي الساعات والأقلام الذهب اللي كانت بتوصل هدايا سواء من أي مؤسسات دولة للرئيس السابق وأولاده والعيلة والكلام ده كله عشان يتجدد لبعض الناس ويتمد لهم سنة ولا 2،
اكيد النيابه فتحت تحقيقات، وكلنا شفنا انه تم رد العديد من هذه الهدايا اللي لا حق لهم فيها على الاطلاق، وتم رد الاموال مره ثانيه. انا بقى معايا خبر يمكن فتحناه يوم الاحد واتكلمنا فيه والله، وعلى عهده الراوي اتمنى انه يكون صحيحا، الا وهو ان وزاره الكهرباء بيعملوا فيها خطط فوريه، وبداوا ان هم يبداوا في وضع خطط استراتيجيه سريعه جدا من اجل منع قطع الكهرباء عن المدن او عن بعض المناطق. نتمنى ان ده يكون صحيح، بس هي المشكله ان فعلا بيتقطع الكهرباء في حتت كتيره جدا في توقيتات ممكن 3-4 مرات في اليوم وبالساعه وبالساعتين، والولاد بيتعبوا عشان المذاكره، يعني هي عشان الولاد ولا ست تعبانه او راجل تعبان ومريض، في حاجات كتير قوي نتمنى اننا نصلحها. قلنا يوم الاحد ان لو حتى في فساد بقاله 30 سنه ولا 60 سنه هنحل، ما حدش قال انه مش هيتحل، بس هيتحل خطوه خطوه. بس هي الكهرباء من اولوياتنا، فوزير الكهرباء اصدر تصريح قال انه هذه الخطط لو تم العمل بها ممكن على العام القادم لا يتم قطع الكهرباء. نتمنى لهم ان يعني التوفيق لو ده، لان ده في مصلحه الجميع، بس في نفس الوقت نتمنى ان موضوع قطع الكهرباء يتم حلول سريعه في هذا الموضوع هذه الايام، وخاصه فصل الصيف او دخول يعني الامتحانات على الطلبه. وفي نفس الوقت دكتور اسامه كمان محافظ القاهره خاصه بيحاول ان هو يعمل ايضا بعض الحاجات والمشاريع، وناشد المهندس احمد امام وزير الكهرباء على موضوع الانتهاء من هذه الخطط السريعه من اجل عدم قطع الكهرباء، وبيعملوا شويه تجميل او خطط من اجل تنميه القاهره لعام حوالي 2020. طيب لا أصل لا مش عايزه اقول حاجه، بس عايزه اقول ان الناس كهرباء دي حاجه من اولوياتنا فعلا، وهي حاجه مش فجاه كده. عامل زي فكرتني زمان لما كان رمضان يقول لك رمضان بيجي فجاه بكرة. ده رمضان بيجي فجاه والمسلسلات شغاله، يعني خلاص فجاه بتكتشف رمضان. دي حاجات حصلت قبل كده موضوع الكهرباء، واظن ان كان مفترض ان كان يبقى في خطه موجوده في الوزاره، وان اي وزير جديد بيكمل على هذه الخطه، ما بيبداش من اول وجديد عشان يقول ان السنه الجايه مش هيبقى في قطع كهرباء. الناس مش قادره يعني خلاص، الناس تعبانه فعلا. نرجع ونقول حاجه واحده ممكن ياثر على حياتنا بشكل كبير، حياه المصريين بشكل كبير. انت عارف المشكله في فربنا يفرجها قريب. احنا قلنا قبل كده ان حتى لو يعني الموضوع مش في تغيير الوزير ولا في تغيير رئيس الوزراء، الموضوع في تغيير النظام والعقل والتفكير. يعني يا ريت كلنا نلاقي حلول بقى لبلدنا، يعني دي بلدنا كلنا، يا ريت كل واحد فينا يفكر في حل حلو لبلدنا ومشكلات بلدنا. كلنا مصريين عايشين في البلد اللي نتمنى نشوفها احسن بلد في الدنيا، وخاصه السياحه بدات تمشي وحاجات كتير قوي، فنتمنى بقى الدنيا تمشي. يعني اتمنى تماما هذا الموضوع. قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري في تصريحات خاصة لليوم السابع أن البنك المركزي المصري سوف يطرح 800 مليون دولار في البنوك غدا الأربعاء في عطاء استثنائي للبنوك، وهو ما يمثل ضربة للسوق السوداء لتوفير احتياجات شهر رمضان. نتمنى توفيق. كل سنه وانتم طيبه المره ال 15 ونقولها في البرنامج عشان رمضان قرب. طبعا كلنا وكل الاسر المصريه اكيد يعني منتظره هذا الشهر، ونتمنى ان شاء الله شهر رمضان يجي وجنودنا المصريين المختطفين في سيناء في وسط اهلهم ويرجعوا بدون اراقه نقطه دم واحده على ارض مصر الغاليه، ويعود الامن بشكل كبير. هنروح مع بعض لفاصل. بعد الفاصل هناء تستقبل ضيفتها الكريمه الاستاذه سهير لطفي من اجل الحوار حول المراه ودور المراه وما تنشده المراه في عام 2013 في ظل رئيس جمهوريه منتخب.